السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بس الناس تخش، أنا عايز أقول كلمتين، الرسالة للناس، رسالة صغننة والله للناس بس مش أكتر. يعني من الأحداث اللي بتمر وكل حاجة، حتى الجرايد والبثوث اللي بيعملوها، الجرايد اللي في مصر، رسالة للناس بس انتبهوا بس مش أكتر، خدوها من أخوكوا الصغير أو ابنكوا الصغير. مصر وسياسة فن الإلهاء، يعني الإلهاء، فن الالهاءات اللي بيرموها عليكم دي كارثه. يا جماعه احنا قضيه راي عام، بيعملوا قضيه راي عام زي البنت اللي ذبحها الشاب ده، اسمها ايه والله نسيت، من فتره طويله لغايه وقتنا بيتكلموا عليها. يا جماعه دي بيخلوا الناس يبعدوا عن مسار حقوقها، عن مسار حياتها، عن همها ومشاغلها. يا جماعه انتبهوا، فن الالهاءات في مصر رهيب جدا. مصر وسياسه فن الالهاء، انا طالع اتكلم كلمتين، مصر وسياسه فن الاله. الحاجه الوحيده في المنظومه اللي عايشه الان من ثوره يناير لوقتنا هذا هي سياسه فن الالهاء. سياسه فن الالهاء جميله وروعه جدا قوي وناجحه في مصر، وكل شيء بيتطبق علينا في اللي انا حكيته وبيتكرر. ها انت كذاب، انت خاين، لا بيحصل. مصر وسياسه فن الالهاء يا جماعه، هي دي الحاجة الوحيدة اللي النظام نجح فيها والسيسي نجح فيها. سيادة الزعيم العظيم. اه والله يا مصريين، دي رسالة للناس في مصر. سيبيكم اللغط، دي قامت من النوم عملت، دي قامت من النوم سوت. ها قضية رأي عام كبيرة، تلاقي ايه بروباجندا، وده يدخل يعمل جبهة هنا وجبهة هنا، ده ذبح مراته، ده قتل، واحنا نفضل ملهيين وهو من ظهرنا بينفذ علينا كل شيء، بيبيع حياتنا، بيبيع خلاص، بيبيعنا احنا نفسنا. احنا اتباعنا يا ناس، والله اتباعنا بالرخيص. اه والله، ربنا يستر على شعب مصر. سياسة فن الإلهاء هي دي حياة المصريين، سياسة فن الإلهاء. وانتوا بسم الله ما شاء الله، لا بلا 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 بلا. فكروا كده شوية، فكروا كده شوية، كل حاجة يطلعوها لنا. يعني هقول لك مثلا، اسمه ايه حبيب ده المغني مع شيرين عبد الوهاب، هوب تلاقي يا عم شوف حالك، يابا البلد بتتباع. يابا الحاجه بتغلى، يابا علي صوتك على ده. يا نهار اسود، يا ابني انا عايز، انا جعان، قول له كده، قول له كده، مش عيب. يا جماعه الفقر عمره ما كان عيب. ها، الفقر في العقول، الفقر عمره ما كان عيب ولا معايره. احكي لك، انا هنا في الجزائر، واحده كانت واقفه وبتكلمني، تقول لي انتوا الفقر عندكم كتير في مصر. قلت لهم الفقر برضه هنا في الجزائر 11%. الفقر عمره ما كان عيب، بس مين السبب في فقرنا؟ بس كلمه واحده، سكتت ما ردتش على سؤالي. جاوبيني، جاوبيني، انا بقول لك جاوبيني. بلعت لسانها، ما عرفتش تقول لي ايه. فكل واحد بيقول يلا لنفسي. المهم ما علينا. سياسة فن الإلهاء في مصر هو دي الحاجة الوحيدة اللي ناجحة يا جماعة. ناجح، السيسي ناجح في فن الإلهاء، لأن المخطط محطوط ومدروس تمام. واللي بيحكمونا يا جماعة والله مصر مش للمصريين، والكلام ده أنا قلته، مصر مش لينا مصريين. أنا لو ليا في مصر أنزل ما تأذيش. طب ما هو اللي راح عند آه، القصر القبة، ها، قتلوه ليه؟ عشان مش مقبول حد يفتح بقه، لان الشعب مش ايد واحده. الشعب ملهي في الغلاء، ملهي في سوسو وميمي. ها، دي عملت ده عمل سياسه اتحطت وماشيين عليها، على فكره على الوطن العربي كله، بس مصر بالذات. ما سالتوش نفسكم ليه مصر بيحصل فيها كده، هي الوحيده بالطريقه دي وبالبشاعه دي وبالحال اللي وصلنا له ده. اكتر من سوريا والعراق، ما تقوليش عشان ما نبقاش زي سوريا والعراق. مصر اكتر من سوريا. ادخل كده في كواليس وداخل مصر وبطن مصر العفن، لما مؤاخذة انا اسف، في حياتنا. خش في الجانب العفن في حياتنا، داخل مصر، داخل من الداخل كده من القاع.
انا واحد من مصر واعرف انا عارف انا بقول لك ايه. انا واحد من قلب مصر، من مناطق شعبيه. شوف القاع العفن اللي عايشينه، عايشين في قاع عفن وريحته فاحت خلاص يا جدعان. للقاسي قبل الداني، للي شايف واللي مش شايف واللي عامل نفسه مش شايف واللي بيدافع عشان فرض. لا، انا لما اقول وجهه نظري مش معناها ابقى خاين وعميل. لما اقول اللي انا شايفه على ناسي وعلى بلدي مش معناه، لا، معناه انا بفوقك عشان في ناس فينا فعلا في غيبوبه. مش خاين وعميل. مش لما اقول ان ده هو السبب في اللي احنا فيه والسياسات اللي احنا عايشينها ها ونرتضي بيها. لا، بالسكوت عيب. مش من حقك انك تسكتني، مش من حقك، لا انت ولا غيرك. هنا ليا حق اتكلم واوجه رسالة لناسي والاهلي، واوجه واحافظ على ناسي واهلي. انتوا حافظتوا على بعض يا مصريين؟ ده انتوا ملهيين في بعض. ده انتوا بص، اي حاجه بص يرمي لك الابره كده على الارض ترن تقعد بلب 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 بلب. ليه؟ مين اللي وصلنا لكده؟ سياسه الالهاء دي واحنا حنا ما يعلم بها الا ربنا. فوق يا مصريين، فوق والله. الواحد مش عايز حاجه من الدنيا غير انك تدور على حالك وحال دينك ووطنك. يا اخي عيب، يا اخي عيب اللي وصلنا له ده. دي مش مصر يا جدعان. مصر مخطوفه من سنين وانا قلتها. دي مش مصر ولا دول المصريين اللي عايشين بينا. المصريين الطيبين انا اعرفهم كويس، واللي بيكلموني من باطن البلد دي، من داخلها. المصريين لا، مش دول اللي بيطلعوا على الوجوه دول والجرافطات. عش في الكلمه. انت واحد زي محمد صبحي وعلى شكلتهم وسويرس لما يطلع يقول لك اسمح للناس يترشحوا في الانتخابات، دي معناها ايه؟ تفهم ايه؟ تفهم ايه؟ ان احنا دوله محتله وان ده مش مصري. والله انا بقولها اهو. والله يا سيسي انت ما مصري يا اخي. يا اخي انا بقولها للقاسي قبل الداني فيها، للمعارض، للولاد العم اللي بيدعموه. انا بتكلم معاك بكل وضوح يا عم. انا مش عايز حاجه من الدنيا، بس انا بقولها لك. انت فاكرني عبيط؟ انا مصري ابن القطه السوداء في البلد دي، من الشعب المكلوم ده. اللي معظمه مكلوم. تعالى لي قول لي انت مين وعايز ايه؟ هقول لك انت عايز ايه. تلاقي الجواب عندي. تلاقي الجواب عندي وتلاقيني مصحي لك كويس وعارف انت مين، وعارف انت مين وبتحكمها واتملكت فيها. يا ولاد العم، يا ولاد العم، يا اللي شعب معظمه نايم. اصل مأجور من تركيا وقطر. بعارض من دولة عربية لاني واخد لجوء وحق ان انا اتكلم. حق ان انا اتكلم والقانون الدولي معايا. حق ان انا اتكلم كلاجئ. حق ان انا اتكلم. هتقول لي انت لاجئ؟ انا لاجئ. مش عيب احمي نفسي من الظلم اللي شفته الفترة اللي فاتت. في قلب دولة عربية، في بلد 1.5 مليون شهيد. مش خايف يا جدعان. العمر واحد والرب واحد. انا كده كده ميت يا جماعة. اللي ما تعرفوش معايا يا جدعان، انا اصلا شفت الموت بعيني. شفت الموت بعيني في 2011 في بلدي. فانا مش فارق معايا الموت هنا. عشان كلامي اموت اتقتل يتحملوا الامم المتحده. لان انا على دلوقتي على حمايه الامم المتحده في بلد 1.5 مليون شهيد. بقولها اهو بقلب وحسي. لو حصل لي حاجه في الجزائر تتحمل اللي هيحصل لي هنا. لان انا اتهددت بالاغتيال وقلتها لهم هنا في مقر الامم المتحده هنا في شؤون اللاجئين. قلتها لهم هنا. محدش يقدر يمسني. مش قادر تتحمل حمايتي. انا طالب اعاده توطين ومكمل في اعاده توطين في بلد تقدر تحميني. هو كده. والقانون انا فاهمه. اللي يتعب اي حد في اي دوله يا جماعه انك تبقى فاهم القانون ايه دوليا قبل قانون البلد ذاته اللي انت قاعد فيه. ما تخافش، انت معاك ربنا اولا وانت ماشي صح. لا بتغلط في حد ولا بتطول على حد. انا الحمد لله اكتر من 7 سنين وانا عايش هنا في البلد دي. الناس كلها بتحبني ومحترم، واللي بيحترم نفسه. الناس كلها بتحبني وانا بحب الناس كلها. بحب انا اصلا الجزائريين. انا بحب الجزائريين الصالح فيهم بس. انما الخبيث واللئيم اعرف اتعامل معاه. بقولها اهو بكل صراحه في قلب البلد 1.5 مليون شهيد. يابا انا دم حامي اكتر من الجزائريين. الجزائريين دمهم حامي اهو وبنعترف بيهم كعرب اهو. انا دم حامي اكتر من الجزائريين واللي حواليا كلهم يعلموا ذلك.
يابا انا راجل واقف لنفسي وكلهم شايفين وعارفين وساكتين ومش قادرين يتكلموا ومكلومين. وصلت؟ عارفين ان انا راجل على حق، اللي بيفهم فيهم. انما بقى اللي لا بلا 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 خلينا بره عني، ما يلزمنيش. انما لا، كل اللي شايفني وعارفني انا راجل وقد كلمتي، وما بخافش وما بهابش الا الله، ومعايا القانون وماشي بالقانون، ولحد كده وستوب. مش هقدر اقول اكتر من كده. وصلت؟ خلونا بس ما تدخلونيش في حوارات تانية. المهم، يبقى انت تنتبه يا مصر يا مصرية لفن الإلهاء. ده فن عظيم قوي في مصر، سنين من 2011 لوقتنا هذا والله. لان خلاص الشرق الاوسط الجديد الواجهه لازم تتبدل، ونقطة التبديل من عند مصر. اه، مركزية، مصر مركزية للشرق الاوسط وللمنطقة العربية، يعني المنطقة العربية شرقا وغربا، المغرب العربي والمشرق العربي، مربط الفرس. حتى اسألوا فلسطين. وتحية لشباب الاسكندرانية اللي عملوا ندوة وكانوا رافعين علم فلسطين في قلب اسكندرية. تحية لشباب اسكندرية، الرجالة الرجالة، تحية للاسكندرانية. فانتبه، مش كل لما مؤاخذة تلاقي ده اسمه ايه حبيب اتخانق مع 20، اصل ايه ما اعرفش مين اتخانق مع مين، وتلاقينا لا بلا بلا خد وهات بقى. تلاقيه الموضوع ده بياخد اثر كبير قوي، يقعد اسبوعين شهر نقعد في لغط، زي ذبح البنت اللي اسمها ايه دي، واتذبح ورا منها كذا حد. الموضوع ده بيتعمل يا جماعه، والحاجات دي بتتعمل. ده اصلا مخططات في الدرج محطوطه. ولاد العم من 200 سنه دارسيننا، عارفين يعملوا ايه معانا. الهاءات الهاءات لغط، قضيه راي عام، اجري، ابعد عن حالك بقى، حياتك وعيشتك والغلا واولادك واسرتك الدنيا خربانه، الدنيا خربانه. وفن الالهاءات في مصر ناجح مليون المية. حاجة كده زي السكينة في الحلاوة، انت عارف، انت ماشية كده زي السكينة في الحلاوة. واحنا شعب بسم الله ما شاء الله الله، الا بلبة لا بلا 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 بلا، الا بلبة مخليانا فل اوي. تغييب الشعب، ما انا بقول اهو، اهم انجازاتهم تغييب الشعب، الوعي والادراك خيانة بالنسبة لهم، صح. فعشان لما يبقى شاب من ولادها طالع واعي يتكلم مع حد تاني، تلاقي واحد من المغيبين مش مصدق اللي احنا بنقوله، يشكك فيه. طب انت شكك فيا، قول لي انت مأجور وخاين وعميل، هقول لك انا في، انت عارف انا فين دلوقتي، مأجور من مين وخاين وعميل من مين وباخد ايه من مين يعني. بس دي كل القصة. وانا عايز ايه؟ انا عايز بلدي. انا كشاب شايف حال بلدي ما يقدرش يتسكت عليه. انا لو في مصر هتقتل، انا لو في مصر هتقتل، لاني لوحدي مش هلاقي حد. الناس في الهاته وغيبوبه ويقول لا حول ولا قوه الا بالله. الشاب زيكا طلع يقول كلمه حق في الشارع مات، زي ما بيحصل مع الشباب، لان كلكم في غيبوبه، في غيبوبه ومتكنين في بيوتكم. كل واحد بيقول انا مش وقت، يلا نفسي ده يا حبيبي، يا حبيبتي، يا اختي، يا اخويا، انت اهو. يلا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، يمكن ربنا ينصركم. الرباط بالله بوحدتكم معا. انتوا مسلمين مش على البطاقة مصريين. مصر بلد الإسلام يا جماعة. مصر اللي صدرت الإسلام للمسلمين كلهم، في بلد الإسلام اللي خرج منها الإسلام. ها، بلد النبي صلى الله عليه وسلم، مكة والمدينة. مم. مش السعودية، مش هقول السعودية، لأن السعودية دي اسم حديث نسبا لآل سلول. أنا آسف، مش هقدر أقول السعودية. شبه الجزيرة العربية، أرض الحجاز. مم. مش هقول السعودية، آسف، آسف لكل سعودي محترم. ما اسمهاش السعودية، مش ما اسمهاش السعودية يا سعوديين. ما اسمهاش السعودية، اسمها شبه الجزيرة العربية وأرض الحجاز. اسمها أرض الحجاز يا سعوديين. إخواتنا السعوديين المحترمين فيكم، اللي المرابطين على دينهم، المرابطات على دينهم. آسف، أنا بس أحترم فيكم دول، إنما غير كده ما تقوليش. في الدول الخليج عامة، على وجه التحديد السعودية، ها، بلد النبي صلى الله عليه وسلم، الأرض الطاهرة دي اللي تخصنا كلنا، زيها زي القدس.
والمسجد الاقصى، لان مسلمين يا حبيبي. مش عشانك انت، مش عشانك انت، اذا كان في السعوديه ولا في فلسطين فقط. انتوا مننا، الصالح فيكم. انما عشان انا مسلم اولا، مش عشان حاجه. لا لا. محمود بيقول لي الصنف اللي انت ضربه عليه جامد قوي. والله يا حوده انا ما بشربش حاجه يا حوده، بس المفروض ان احنا اللي بنعيشه ده والله نشرب كل الموبقات يا حبيبي. والله يا حبيبي انا ما بشربش حاجه خالص. احنا شربنا الكاس من اوله لاخره، ودينا عايشين على حصه عريسكم اللي ودانا في داهيه. والله يا حوده محمود ابو شوقي، شوف محمود ابو شوقي بيقول لك ايه الصنف اللي انت ضربه عالي جامد. عالي والله العظيم يا حبيبي. انا عندي صداع في راسي والله، واخد برشامه بنادول ما عملتليش حاجه، هاخد واحده تاني بسبب كلامك ده. عشان الصنف عالي. هي سميت السعوديه نسبا لآل سعود يا جدعان، سميت عشان اسم عيله. فين بقيه السعوديين من ده؟ لا، هتلاقي في السعوديه زي في مصر، زي اي بلد عربي من المشرق للمغرب، ناس بيعانوا وناس اتهجروا وناس اتظلموا، وحقوق كلها والريحه فايحه في كل بلد. لا يا باشا، شغل الدول اللي عملوه ده، انا علم يا جماعه، بس عشان تبقى عارف انا لا يعني حته علم مصر وحته علم معرفش اي بلد انا بقولها لكم انا صريحه، خدوها من اخوكم. انا علمي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، يتكتب كده. انا جنسيتي مسلم، انا مش حته مصري. بس انا يصعب عليا مثلا لما طلعت قبل كده. طب ما انت يا زيكا، انت متناقض. طلعت اتكلمت على مصر والمصريين. يا عم ما هو المصريين دول جزء من المسلمين، صح ولا انا غلطان؟ لما الاقي ناس بيشتموا عليهم، ومنا عرب، فاهم؟ مش ده يضايقك؟ طب انا بقى، ما انا لازم اتضايق يا جماعه؟ ما انا كمسلم، انت اصلا كعربي تغير لما تلاقي حد بيشتم مصري او اي بلد، بلاش مصري بس. مش عشان انا مصري لا انت بتقول كده، لا اي بلد. يعني مثلا لما اطلع الاقي المغرب والجزائر مثلا بيتخانقوا مع بعض، فاهم القصه اللي دايره بينهم هناك؟ مش هحكي تفاصيل، انا بحكي لك نبذه يعني. وتلاقي يوم يشتموا مع بعض، والله اتشتمت، والله طلعت اتدخلت، يا جماعه ما تفرجوش فينا وما تشميتوش فينا ولاد العم، وده مخطط وفتن. اتشتمت والله من مغاربه وجزائريين، والله اتشتمت منهم، بس ليه عند الله؟ فاهم ليه؟ لان انا ما يرضينيش ان احنا نقعد نقطع في بعض. فلازم اقول كلمه حق يا جماعه. طب وضحوا الامر، طب ما توصلش لكده. طب خلي بالكم ان ولاد العم بيهيجوا الدنيا بينا وبيأججوا المشاكل والفتن. فدي كانت النقطه. انا مسلم قبل ما اكون عربي او مصري، انا مسلم اولا، اهم حاجه عندي اكون مسلم. فانا جنسيتي مسلم، تمام. وعلمي اللي فيه عليه كده، اتمنى كده يبقى علم اتحاد المسلمين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، يكون علمي. لا عايز علم احمر واسود مهبب على دماغتنا، والابيض ما شفناهوش، والنسر اللي ريشه طار واللي قصقصه ريشه. مش عايز انا، لا والله ما عايزه. هتقول انت بتستنكر بلدك؟ يا عم بلدنا كلها بلد المسلمين، من المحيط للخليج. كل ارض مسلمه بلدي، مش من المحيط للخليج بس الدول العربيه، لا، كل بقعه مسلمه، اغلبيتهم مسلمين عربي او اعجمي، فدي بلدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى. طب انا اقول لك على حاجه، انا هنا في ناس من القبائل، امازيغ وشاويه. الناس دول والله عسل. بيقول لك ما بيحبوش العرب، والله اللي طب ما انا عربي، بتعامل معاهم قمه المحبه والاخلاص ويفرحوا بيا جدا. وليا اصحاب فيهم، انا بحب الشاويين والامازيغ، القبائل انا بحبهم، مع انه اعجمي مش عربي، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا يا جدعان، قال لك لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى، الا بالتقوى، مع انه هو عربي وعيلته من ال قريش. اه، عيلة عريقة عربية معروفة في وسط العرب، عربي، النبي عربي، تمام. بس قال لك ايه؟ لا فرق بين عربي واعجمي. اكتر ناس حاربوه اهله، النبي صلى الله عليه وسلم. اكتر ناس حاربوه ووقفوا ضده كانوا اهله، كانوا عمامه وقرايبه، صح ولا ايه؟ فلا، هي مش كده.
هي بالتقوى اللي بيننا، ايوه كلام النبي بيتحقق فينا. عشان كده انا اما اقابل امازيغي او قبايلي هنا واتعامل معاه ويبقى في بيني وبينه ود، ببقى سعيد جدا 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 جدا، اذا كان شاوي ولا قبايلي ولا امازيغي، على راسي. مسلمين كلنا موحدين بالله. اه، احنا دم بعض، مسلمين مش عرب بس، عشان تبقى واصله للكل في المغرب العربي. مسلمين. انا بحب انا في ناس قالت معايا هنا عرب، ما شفتش امازيغي قال لي معايا امازيغي. اه، في شاوي او اتنين قال له معايا، بس ده لا يذكر يعني عندي. مش حاجه، مش معنى كده ان الشاويين كلهم واحد، بالعكس الشاويين هنا نفهم والسما ودمهم حامي جدا. فاهم ازاي؟ بس انا كده. فانا حبيت اوصل الرساله، لازم يبقى في نصحصح لنفسنا شويه ونفوق، بالذات المصريين. بس عشان ما اطولش بس عليكم، فن الالهاء، سياسه فن الالهاء، الالهاء فيها نجاح قوي جدا فعلا اللي احنا عايشين. تمام. اتمنى من الله ان نصحصح لنفسنا شويه ونبعد عن الهيصه وايه. ده اسمه ايه، ده حبيب اتخانق مع 20 ونقعد بقى نتكلم ونعمل فريقين ونشتم بعض على السوشيال ميديا وعلى الشارع، وهم بقى يرموا لك اي حاجه يعني على، مش عارف اقول لكم ايه. فوقوا لنفسكم. انا بشم الحريه، انا شمام. بص، نسيم الحريه بيحوم حواليا عينيا من 2011. اه والله، مش من اليومين دول على فكره. انا شمام. نسيم الحريه بيحوم حواليا، شمام، شامم حريه. انا بحب انا مدمن شم الحريه، مدمنه. الحريه دي عندي حاجه ادمان يا جدع انت. بتشرب ايه؟ بسطر تذكرتين حريه. وصلت؟ اقعد بقى كل في نفسك انت وهي. الناس اللي بتاكل في نفسها دي مش عارف يا اولاد العم، هتودونا لفين تاني يا اولاد العم؟ فاين لكم. وربنا جعلنا جند من جنوده على الارض طول ما فينا نفس. اغتيالاتكم وتهديدكم لينا مش هياكل معايا، صح؟ اذا كان هنا في المكان اللي انا فيه او على الخاص، التهديدات بالقتل والاغتيال مش هياكل معايا يا ابني. انا ميت اصلا من 2011، اعتبروني كنت ميت من 2011. انا شفت الموت بعيني يا جدعان والله. في 2011 رصاصه من قناص كانت هتيجي في قلبي. انا ميت يالا، انا ميت كده كده اصلا. وصلت؟ فبلاش تهديداتكم وقرفكم بقى عشان ما بقاش ياكل معايا. والامم المتحده شهد عليكم. تمام. اذا كانت الام في امريكا ولا في جنيف في اوروبا ولا هنا عندي، خلصت. فوقوا من فن الالهاءات اللي حطينا عليكم يا مصريين. وكل ما يزحزحك كده افتكر كلمه اخوك او ابنك الصغير، لكل اللي هيسمعني في اللايف ده، اذا كان مصري او عربي وبالذات المصريين. لما تلاقيه بيعمل لك بروباجندا كده على حاجه كده تافهه، قول له لا، فين؟ انا عايز، ليه بتغلوا لي الحاجه؟ لما تيجي مثلا يدخلك في قواضي وقضيه راي عام، طب ما انتوا السبب. مين السبب في اللي احنا فيه؟ هتقولي العيله ومش العيله؟ لا، التلفزيون والسياسات اللي اتحطت علينا والفشل الاقتصادي. كل دي عوامل. البيت اللي ما بقاش فيه تربيه بسبب انحلال الناس وجريها على الفلوس وما بقوش يربوا، اللي بيدوروا على يشتغلوا ليل نهار. اسباب كتير. فما تقولش لا التربيه بس. كل المناخ اللي احنا عايشينه فين كل جمعه لما كنا نسمع الشيخ الشعراوي عندنا؟ فين الشيوخ اللي كانت تحكي لنا كده عن السنه النبويه وعن الصحابه وعن ديننا وعن حياه ديننا؟ فيش. الناس بقت في عبث وبقت عندنا. فكل ما يجي يزحزحك كده عن حياتك وحياه عيالك بالالهاءات وفن وسياسه الالهاءات، قول له لا تعالى، انت السبب في اللي احنا فيه، مش الناس والبلطجه. لا 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 لا، انت السبب. لو في قانون رادع ما يخليش قضيه الشاب اللي هو عادل ده مع البنت اللي ذبحها في الشارع دي واللي قتلها تقعد بالسنين رايحه جايه.
ما اضرب المربوط يخاف السايب. ما هو انت لو بتحط قانون رادع وتضرب في المليان، لا اي حد يعمل الجرائم زي دي، ما حدش هيقدر يعمل حاجه تاني. انما لا، شفناها قررت مره واثنين وثلاثه بعد الحادثه بتاعت الشاب عادل ده، صح ولا لا؟ الشاب عادل لسه لغايه دلوقتي ما اتعدمش. ده انا بديك مثل بس في القصه، لان انا فاكرها وطلعت اتكلمت عليها. انا فاكر القصه دي بقالها سنين يا جدعان، ده داخله على سنه وحاجه. فاهم ازاي؟ ده داخل على فن الالهاءات، عشان كل ما يطلعوها في الدرج يطلعوها خلي الناس تتلاقي تقعد انت تلبلب وانت ميت من جوه، وانت مش لاقي تاكل عيالك، وانت ميت بالشر. وصلت؟ وصلت؟ مصر وسياسة فن الإلهاءات ناجحين فيها جدا، ودي مش من اليومين دول بس ناجحه قوي في المنظومه اللي عايشه على رأسها الزعيم البطل عبد الفتاح السيسي، زعيم ولاد العم، مش زعيم المصريين، لان مصر بقت الجمهوريه الجديده، والجمهوريه القديمه اخبطوا دماغكم في الحيط. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، عايز تصدق كلامي صدق، مش عايز اديك انت اللي عايش في الخرع. لا مؤاخذه، ما تتعصبش يا زيك. وصلت؟ السلام عليكم. مسكوا نصر على حريه، عزيمه على اراده. انا شمام يا سيدي. بص، جميل جميل فعلا انت بلوى، انت بلاوي كبيره. والله فعلا انتوا بلوى، صح؟ والله الكلب اوفى منكم يا كلاب، ومن امثال اللي بتدافعوا عنه. انتوا كلاب صحيح، ولاد عم صحيح. والله العظيم انتوا ولاد العم، والله العظيم انتوا ولاد العم اللي بيحكموا مصر. الواجهه بتاعتكم عبد الفتاح السيسي. والفيديو نزلته، شوف فتنس توداي قالت ايه الامريكيه اللي بتدعموا يا عينيا. السلام عليكم. انتوا ليه بتزعلوا من الحقيقه يا جدعان؟ ما دي الحقيقه، فوق لنفسكم.